مفيش أحلى من صينية حواوشي سخنة تجمع الحبايب على السفرة. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية حواوشي بخلطة وطعم ممتاز، وكمان هترمي معاكي كمية حلوة جدا، وهتغيري فكرتك تماما عن الحواوشي اللي انت بتجيبيه من بره. معدتش هتجيبي الحواوشي من بره بعد ما تجربي الطريقة دي. علشان تعرفي الخلطة كملي الفيديو لحد الآخر. اول حاجه معايا اكتر مكون اساسي في الحواوشي وهو البصل، 4 بصلات متقطعين، ومعايا 3 قرون فلفل اخضر، وقرن شطه طبعا حسب الرغبه، وقرنين فلفل احمر. هضرب المكونات دي كلها مع بعضها في الكبه، وهجيب اللحمه بتاعتي، وطبعا اللحمه لازم يكون فيها نسبه دهون. ضفت عليهم معلقه من ال7 بهارات وفلفل اسود والملح طبعا حسب الرغبه، وضفت عليهم طماطميه متقطعه، وحطيت عليهم بقدونس متقطع. هبدأ ان انا اعجن لحمة الحواوشي كده في صينية واسعة، وبعد كده هبدأ ان انا بقى ايه، هحطها في بولة. طبعا انا يا جماعة عايزة اللحمة دي تتبل شوية بالتتبيلة بتاعتها، يعني بتفرق في الطعم. انا حطيت لحمة الحواوشي في البولة علشان هحطها في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين. بعد كده بقى العيش اللي انا هستخدمه المرة دي في الحواوشي، العيش الشامي اللي هو الابيض ده. طبعا يا جماعة العيش ده انا جربته في الحواوشي احسن بكتير من العيش الاسود. العيش ده انا طلبته من عند الفران، بوصي عليه بقول له عايزة عيش للحواوشي، بيجيبهولي نص سوا، وبيعمله مخصوص يعني. طبعًا أنا باكوّر كور اللحمة كده على جنب، يعني عشان تسهّل عليكِ كوّري كور اللحمة وحطّيها بعدد أرغفة الحواوشي اللي أنتِ عايزة تعمليها. هافرد اللحمة في الرغيف وهاعملها بسمك رفيّع، يعني ما تبقاش تخينة أوي علشان تستوي كويس. نيجي بقى لتسوية الحواوشي. لو انت عاملة كمية كبيرة زي اللي في الفيديو دي، مش هتحطيهم طبعا في طاسة صغيرة عندك، لان ده يعني هياخد معاكي وقت ووقفة كتير ومجهود. انا كان عندي صينية واسعة وسخنتها على النار، حطيت فيها نقطة زيت، وسخنتها الاول، يعني لازم الصينية تكون سخنة في الاول، وبعد كده بوطي النار خالص جدا زي الشمعة كده، لان طبعا احنا محتاجين ان اللحمة تستوي. أنا رصيت أرغفة الحواوشي في الصينية، وبصراحة أنا غطيت الصينية، يعني أنا بعد ما رصيتهم في الطبقة ديّة اللي هي على الوش الأولاني غطيتهم، وبعد كده قلبتهم لمّا أخدوا لون، يعني ما خدوش لون، يعني مش اللون اللي هو الأحمر اللي أوي، يا دوبك اللون اللي أنتم شايفينه ده، وقلبتهم على الوش التاني. لمّا باقلبهم بارجع تاني أغطيهم، لإن البخار، الخضروات اللي في اللحمة بتعمل بخار، وهي دي اللي بتسوي الحواوشي، وهتستوي حلو جدًا لمّا يكون ال لمّا تكون الصينية متغطية. مع الاستمرار بقى، يعني إيه، كل شوية باقعد أقلِّب فيهم كده، كل أمّا ياخدوا لون باقلّبهم على الناحيتين، فالتقليب ده هو اللي بيخلّي الحواوشي يستوي كويس من جوّه، زائد إن أنتِ لمّا تغطّي الصينية هيستوي حلو جدًا، وما تخافيش خالص، يعني هو هيستوي بس أنتِ اصبري عليه، وأهم حاجة تكوني موطّية النار كويس جدًا. وطبعًا لو أنتِ عايزة تعمليه في الفرن برضه هتكوني مسخّنة الفرن وترصيه في صينية مرّة واحدة، وهتحطيه على الرف الوسطاني، وطبعًا كل شوية هتروحي يعني إيه، كل 10 دقايق كده تمُرّي عليه، يعني في الأول كده 5 دقايق، وبعد كده تقومي قالباه على الوش التاني، وبعد كده تسيبيه لمدة 10 دقايق، برضك توطّي عليه النار خالص، أنتِ بتكوني معلية نار الفرن في الأول، وبعد كده بتوطّي النار خالص. ودي كانت النتيجة، الحواوشي طالع مستوي وكمان مقرمش. وبصراحة يعني لو هنقارن بين الحواوشي بتاع العيش اللي هو الأسود والعيش ده، أنا بصراحة بارجّح العيش ده. أنا يعني جرّبت العيش الأسود في فيديو قبل كده، هو كان حلو، بس بصراحة لمّا جرّبت العيش ده أنا لأ، ما عُدتش أعمل الحواوشي غير بالعيش الأبيض بصراحة، يعني طري من جوّه ومقرمش من برّه وطعمه حلو جدًا، وبيدّيكِ نتيجة حلوة زي بتاع، يعني زي حواوشي المحلات ويمكن أحسن كمان.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وعملنا أحلى صينية حواوشي بيتي هتلم الحبايب. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتسيبوا لي تعليق على الفيديو وتقولوا لي رأيكم في الفيديو. وطبعا الحواوشي ما يحلاش غير بغمسة الطحينة البيتي، وطبعا أنا هنزل لكم الفيديو بتاع الطحينة في صندوق الوصف. كل سنة وانتم طيبين.